بقى لتالت حقنة معانا وهي الكورتبليكس أمبول. وحقنة الكورتبليكس بتحتوي على مادتين فعالين هما أول حاجة الكورتيكو أدرينال إكستراكت، ودي عبارة عن مستخلص كامل لقشرة الغدة الكظرية، بيكون ليها تأثير مضاد للالتهاب، وكمان ليها تأثير على السوائل وتوازن الأملاح، وكمان تنظيم الحرق وتوازن السكر. تاني مادة وهي الفيتامين بي 6 أو البيريدوكسين، ودي عبارة عن عامل مساعد للإنزيمات اللي بتخش في تفاعلات البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى إنه ليه تأثير فعال على تقليل حدة الغثيان والقيء. وخد بالك إن الكورتبليكس حقن بيتعمل منها للأطفال وكمان بيتعمل منها للكبار. طب إيه هي دواعي استعمال الكورتبليكس أمبول؟ أو إيه هي استخداماتها؟ أول حاجة بيستخدم في حالات التسمم لأنه ليه تأثير مضاد للسموم. كمان بيستخدم في حالات القيء والغثيان، وبيستخدم في حالات النزلات المعوية الموسمية اللي بيصاحبها قيء وإسهال. كمان ممكن يستخدم في حالات الأمراض المعدية الحادة زي حمى التيفود. وبرضه بيستخدم في فترات النقاهة الطويلة، ودي الفترات اللي بتكون بعد العلاج من مرض معين أو بعد عملية جراحية مثلا. وآخر حاجة إنه بيستخدم لعلاج الجفاف والضمور والدنف عند الرضع. طب إيه هي بقى الآثار الجانبية لكورتبليكس حقن؟ أو إيه هي أضرار الكورتبليكس حقن؟ في تقارير قليلة جدا عن الإصابة بالحساسية عند بعض المرضى، غير كده يعتبر ملوش أي آثار جانبية مذكورة. وخد بالك إن الكورتبليكس بيستخدم بحذر في حالات معينة زي خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، وكمان عند مرضى الباركنسون أو الشلل الرعاش، ويفضل طبعا في الحالات دي يكون بوصفة طبية. طب إيه هي جرعة الكورتبليكس؟ أو إزاي نقدر نستخدمها؟ الجرعة الاعتيادية بتكون من حقنة إلى حقنتين عضل يوميا، وزي ما قلنا في الأول إن بيكون في حقن للكبار وكمان في حقن للأطفال. والكورتبليكس أطفال بتكون متوفرة في الصيدليات بسعر 22 جنيه ونص للعلبة الواحدة المحتوية على 3 أمبولات. أما الكبار فبتكون متوفرة في الصيدليات بسعر 27 جنيه للعلبة الواحدة المحتوية على 3 أمبولات. والكورتبليكس ما بيكونش ليها بدايل بنفس المادة الفعالة.